معنا الأخ عبد الله من السعودية. تفضلوا أخ عبد الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا عندنا يعني كذا سؤال للهرش اللي عندك الشيخ. يعني أرجو الله يغفر الذنوب. يعني كويس ان وكل إناء بالذي فيه. يعني ابن تيمية يعني يقول ان ربنا يغفر الذنوب، ان الله يعني درجات، اظن مدري كم 1000 مدري 100 ولا مدري كم من كيس مين هذه جبتوها؟ هذا ثاني سؤال. يعني الثالث يعني احنا حرم من آل البيت، حرم الصلب، حرم من طيب على كل لا يعني لا توجد أسئلة كانت حقيقية. عندك وكان عندي وقت كاملا كان أجيبك أخي العزيز، وكنت أجيبك أيضا باسلوب مؤدب واسلوب أدبنا ربنا به، لا بهذا الاسلوب الذي لا اعلم من اين تعلمته. يعني الاخوه الكرام الان يرون الفرق بين الاسلوب الذي نتبعه، لا سيما الذي يتبعه سماحه السيد. أنا لست بصدد إهانة أحد، وإنما هي مجموعة من الحقائق أضعها أمام المشاهد الكريم. ثم لم أقل أن زيارة الحسين ب100 وب1000 وبكذا حتى الأخ العزيز. ونحن ما تعرضنا إلى أنا تكلمت عن قداسة هذا الدم، وأنه كان له هذه القداسة والآخرين مولانا فرحوا في هذا اليوم. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر. ظهر أن الوقت انتهى. نعم. وأيضا نشكر الأخوة الكرام ونأسف لمثل هذه الألفاظ التي لا تليق بالمسلمين، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وأطلب الغفران لأخي إن شاء الله تعالى العزيز الذي اتصل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. والأخوات الاتصالات بدأت الأخ عبد الله من السعودية. باختصار تفضلوا، سلام عليكم. وعليكم السلام. باختصار إن شاء الله. أنا عندي نقطتين. أول نقطة يعني الرجل الهرش اللي معك هذا يعني يذكر روايات موجودة في كتبنا. ما شاء الله. الأخ عبد الله من السعودية يعني هو من أدب المناظرة استخدام مثل هذه العبارات. أنا لم التفت للعبارة التي استخدمتموها في بداية حديثكم بعيد عن الوضع العلمي. الأخ من السعودية أسامة. الأخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر سيدنا عن جميع من يتصلنا السعودية، ومع الاعتذار سماحتكم. واقعا لا انا بودي الاخ اسامه يسمعني. لا اذا تسمحوا لي دقيقه واحده. واقعا بيني وبين الله احنا اجد في المتصلين من المملكه العربيه السعوديه اناس اهل العلم اهل الفضل، ولكن يظهر ان بعضهم اساسا لا يعرفون ادب المناظره، وانا لم اتكلم باي كلمه. بلي تفضلوا. نعتذر عنهم سيدنا، الله يحفظك. تفضل. استجر بالله. الاخ ابو عمار من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني أخي الكريم؟ نعم تفضلوا نسمعكم، ودقيقة واحدة فقط. الله يبارك فيك. أول حاجة أعتذر للشيخ كمال وللإخوة عن أخونا عبد الله. أعتقد أنه لم يكن يقصد الإساءة، أعتقد ذلك، ولكن لعله لم يعبر بما يعني شكرا بالطريقة الصحيحة. بالنسبة عندي